السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وخير وصحة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل روتين سريع كده جدا جدا. انا عايزة اقول لكم بقى ان انا دايما اخد لنفسي وقت بريك، زي ما انا معوداكم ان انتوا كمان لازم تخلوا بريك لنفسكم. فانا كل يوم لما بخلص يومي والولاد بيجي خلاص وقت النوم بتاعهم وبيروحوا يناموا بالسلامه، لازم اعمل بقى انا حاجه بحبها. اراجع الورد بتاعي، امسك مصحفي، العب جيم، ابص على موبايلي، اتفرج على حاجه ما تكونش حرام. فسهرت امبارح شويه. عايزه اقول لكم صحيت من النوم بقى بدري، وديت الولاد المدرسه، رجعت كنت عايزه انام بقى جدا لاني سهرت زي ما بقول لكم كده. فراحت عليا نومه وصحيت يعني على ميعاد من رجوع الولاد من المدرسه بالظبط. يعني الولاد جم وانا كنت طبعا ما عملتش حاجه خالص. اقعد بقى زهقانه واقعد بقى مكشره واقعد احس ان اليوم هرب مني واني ما عملتش اي حاجه. لا، قمت بقى فطيت نطيت بسرعه جدا جدا جدا. الغسالة كنت مدوراها قبلها بيوم، غسالة الأطباق كان فيها الغسيل المواعين نظيفة، قمت رصيتها في مكانها بسرعة بسرعة. كان جايبة عيش، أنا بجيب عيش يعني علشان من فضل الله الديب فريزر موجود، فبجيب عيش بكميات عشان مش كل شوية ابقى شايلة هم ان مفيش عيش. فكنت شارية تقريبا ب100 جنيه او ب150 جنيه عيش. فطلعت الأدراج بتاعة الديب فريزر وحطيت فيها العيش ورصيته مكانه. بعد كده بقى كان عندي كده بالظبط حلتين في الحوض، غسلتهم. وعايزه اقول لكم بقى انا من بعد ما غسلت المواعين طيران على الاكل، كنت عايزه افكر في اكله سريعه اعملها اللي هي تنجز معايا وما تعطلنيش. زي ما احنا متفقين الشقه خلاص اتكنست كلها واتلمعت كلها. كل يوم جمعه انا بيبقى عندي من الجمعه للجمعه ممنوع ان انا امسك المكنسه، انا خلاص محرجه على نفسي، ممنوع ان انا امسك حته والمع بيها. ده طبعا في الدراسه. في الاجازه بيبقى ربنا رزقنا بمتسع في الوقت اكتر من كده، فممكن بقى ايه نكنس زي ما احنا عاوزين ونلمع زي ما احنا عاوزين. ولو اني انا ما بفضلش ده برضو، هو الكنس كل اسبوع بيبقى معتدل وجميل وبيحافظ على الشقه كلها مقبوله، حتى لما بتوصل في نهايه الاسبوع بتبقى مقبوله لحد ما نكنسها تاني. ليه بقى؟ علشان ما نجهدش عظمنا وظهرنا ونفسنا في شغل البيت، لان شغل البيت دوامه زي ما اتفقنا ما بتنتهيش وما بتخلصش. لازم احنا نبقى اذكى وندير حياتنا بطريقه اذكى، ونخلي عندنا اوقات فراغ تدينا طاقة نقدر نستمر فيها في الدوامة والطاحونة اللي احنا فيها. ولو عندي وقت زيادة اقعدوا مع جوزي، اقعدوا مع اولادي، نتلم كلنا على اكلة حلوة، نتلم كلنا نقول موضوع، نحكي قصة نتعلم منها كلنا حتى لو ولادنا كبار في ال16 وال17 سنة. قعدة البيت وقعدة الأسرة والأب والأم في وسط الأولاد دي، يعني عايزة أقول لكم بالدنيا وما فيها، ما تستغنوش عنها أبدا أبدا. مهما ولادكم كبروا ما يبقاش طول الوقت الولاد عارفين والبنات لا دي ماما مش فاضيالنا، هي ماما فاضيالنا، دي ماما في المطبخ، دي ماما بتنظف، دي ماما بتروق، دي ماما بتكنس، دي ماما بتمسح. لا، انتي إنسانة، انتي أهم إنسانة في بيتك. عشان تبقي عارفة انتي مودك هو مود البيت ده كله. خلي مودك دايما جميل، عمره ما هيبقى جميل طول ما انتي ما عندكيش وقت ولا تهتمي بنفسك ولا تهتمي بشكلك ولا تهتمي بشعرك. طول ما انتي مهتمة بس بالتنظيف، لا بالمواعين، لا بالاكل الفلاني، لا بعدي ايام كده ما تعمليش فيها حاجة غير انك تستمتعي باولادك وبجوزك وبقعدتهم حواليكي، تكوني مهتمة بنفسك، تكوني محافظة على شكلك انه يبقى شكلك لطيف، ما تبقيش دايما شكلك تعبان ومجهد. وساعتها مش هيبقى عليكي لوم. ليه؟ لان انت طول الوقت فعلا بتشوفي شغل البيت، لكن شغل البيت مش هينتهي. فهوني على نفسك ووقفي شغل البيت واستمتعي بحياتك، والشغل هيفضل مستنيكي ما تقلقيش، مش هيطير ولا هيروح لحد غيرك. المهم ان انا صحيت من النوم بقى، خلصت الحاجات اللي ورايا دي، وكان عندي الحلتين دول في الحوض كنت بغسلهم. كنت عماله بقى اسال الولاد واسال باباهم تتغدوا ايه النهارده، مين عاوز ياكل كذا، عندي قولي عندك ايه في الديب فريزر، اقول لهم طب انا عندي كذا وكذا تختاروا ايه. المهم في الاخر انا قلت لهم اختاروا حاجه سريعه، واخترنا اسرع حاجه في الحياه، قلنا خلاص هناكل مكرونه وفراخ
وبطاطس محمره. انا طبعا ما كنتش مقرره قبلها من بالليل ان انا هعمل فراخ، فبصراحه الفراخ كانت مجمده عندي في الديب فريزر. انا كنت قرات ان انا افك الفراخ لازم افك قبلها ب 24 ساعه، وده اللي انا مداومه عليه طول الوقت. لكن المره دي عشان ابقى صريحه معاكم انا ما لحقتش افك الفراخ، فكانت هي متجمده في الديب فريزر. فلما ببقى مش لاحقه بقى بتصرف ازاي، بجيب الفراخ زي ما هي وادخلها الميكروويف، بس ما بعملهاش على البروجرام بتاع اذابه الثلج ده. اذابه الثلج ده ما بشغلهاش عليه، بشغلها على دقيقه عاديه في الميكروويف لدرجه حرارته مرتفعه. بحط الفراخ بحيث ان الميكروويف يعمل حراره عاليه جدا جدا لمده دقيقه واحده بس. بخرج بعديها الفراخ بلاقيها هي خلاص فكت من بعضها ودابت وبقت كويسه. في الوقت ده اللي انا حاطه فيه الفراخ دقيقه في الميكروويف، حطيت الحله بتاعتي اللي هحط فيها المكرونه على النار. قلت بقى عشان اكسب وقت على ما اخلص الفراخ يكون الميه غليت احط المكرونه تتسلق على طول. الوصفه بتاعت الفراخ دي انا عايزه اقول لكم انا دايما في الفراخ بميل لاني اقلل البهار، انما الوصفه دي محتاجه بهارات كتير، وانتي ممكن تشيلي منها بهارات وتزودي بهارات على حسب ذوقك وذوق ولادك وجوزك في الاكل. اكيد انتي طبعا عارفاه الاكل. الوصفه دي بتاعت الفراخ محتاجه طاسه تكون تيفال تكون حلوه، يعني ناعمه جدا جدا علشان الفراخ ما تلزقش فيها. انا طبعا حطيت الماده الدهنيه معلقه صغيره خالص 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 سمنه او زبده او زيت ايا كان ايه الماده الدهنيه اللي انتي بتحبيها حطيها. وبعد كده حطيت الفراخ وهي مفكوكه خلاص بقى فكه وطريه تاخد صدمه، وقلبتها على الناحيتين. حطيت رشه ملح وقمت مقلبه بقى الفراخ كويس جدا، يعني بس تتوصوا بقى بالملح لان الوصفه دي في الفراخ احنا مش بنحط لها ميه نهائي، فلازم تملحي الفراخ كويس عشان الملح يقدر يدخل جوه لحم الفراخ ويطلع طعمها جميل ان شاء الله باذن الله. انا كنت هعمل 5 وراك، فطبعا الطاسه ما اخدتش الصينيه دي، ما اخدتش ال5 وراك، اخدت 4 بس. فحطيت في طاسه تانية صغيره الورك الخامس، ولما تبدا الفراخ تشكشك كده على النار وتنكمش شويه صغيرين هبقى احط معاهم الورك الخامس اضيفه عليهم. فالتوابل اللي انا حطيتها على الفراخ دي اللي هحطه على وش الفراخ نفس التوابل اللي هحطها على الظهر بالظبط. هنحط ملح وهنحط فلفل اسود وهنحط حبة البركة وهنحط قرفة وهنحط بابريكا وهنحط كاري وهنحط حبهان وهنحط ورق لورا. هي دي التوابل اللي انا حطيتها ولا زودت ولا نقصت. زودت بقى حاجة واحدة بس، هي دي بقى سر الطعم بتاع الفراخ دي والريحة والجمال، وقولوا زي ما انتوا عاوزين تقولوا. وفي الاول وفي الاخر البهار ده اذواق، انتي ممكن تجربيها وما يعجبكيش طعم التوابل فيها، وفي ناس تانية بتبقى عارفة ان التوابل دي توابل مميزة بتدي طعم جميل قوي في الاكل بتضيفها وبتستمتع بيها. المهم بقى السر في التوابل او اللي بيدي للاكلة دي طعمها المميز جدا جدا هو الروزميري. انا بحط روزميري وارشه. عايزه اقول لكم الابيض اللي انا حطيته على الفراخ دلوقتي ده حطيت معلقه لبن بودر بس فوق الفراخ ده كل اللي انا حطيته على الفراخ. عايزه اقول لكم بقى شوفوا بقى الريحه وجمالها وتوصل للجيران وجيران الجيران، وشوفوا بقى الطعم وجماله. يعني انا مش قادره اقول لكم حاجه يعني هتعجبكم جدا 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 ومش هتبطلوا تعملوها بالطريقه دي. المهم بقى ان انا بقلب الوراك، طبعا وراك او صدور، انما احنا بنفضل الوراك في البيت عندنا عشان الوراك بيبقى لحمها اطرى، وانا بفضلها عشان انا دايما ببقى مستعجله في عمايل الاكل، والوراك بتستوي بسرعه وما بتغلبنيش في السوا خالص. زي ما انتوا شايفين نقلب الورك تقلبتين بنلاقي ان الورك عندنا استوى وبقى طري وبيدوب في البق دوب. لو انتي مش عندك لبن بودر ممكن تحطي 3 أو 4 معالق لبن حليب عادي، او ممكن تستبدليهم بمعلقة قشطة. الحاجات دي كلها هتدي نفس الطعم. ممكن تستغني عن اللبن او عن الزبادي او عن القشطة وما تحطيهمش خالص، برضو هيطلع طعمها جميل جدا. ونسيت اقولك ينفع تحطي معلقتين كبار زبادي لو مش متوفر عندك اللبن برضو البودر او اللبن العادي، او ممكن تستغني عن فقرة اللبن والزبادي دي خالص، برضو النتيجة هتبقى هايلة والريحة خرافة والطعم خرافتين، ويعني وجبة فعلا هتسعدك وتسعد الاولاد جامد جدا.
انا هنا خلاص بقى قلت احط المكرونه. الميه بتاعه المكرونه كانت غليت. عايزه اقول لكم نقطتين الزيت احنا كنا بنقول عليهم دايما الحاجات دي بتاعه جداتنا ايام زمان هم اللي بيحطوا الزيت في الميه بتاعه المكرونه. دلوقتي ما عادش حد خلاص بيعمل كده. لا، عايزه اقول لك ان معلقتين الزيت اللي بنحطهم في الميه المغليه بتاعه المكرونه دول بيخلوا المكرونه يعني بنسبة 99% ما تتكسرش مننا. ودي حاجة. الحاجة التانية انها بتفضل طرية مهما سبتيها بره مثلا على ما تسبكي الصلصة بتاعتها، بتفضل طرية وجميلة وما بتتكسرش مننا خالص. فنقطة الزيت مهمة جدا جدا. انا بحط 3 معالق زيت كبار على الحلة دي. انا هنا كنت عاملة كيسين مكرونة، لا يا ربي مش كيسين، كنت عاملة كيسين ونص مكرونة اللي هو الكيس 400 جرام ده. طبعا هنا انا كنت فارمه البصله بشرها ناعم جدا جدا، بحطها في الكب على طول. شايفين بقى، شايفين لون الفراخ؟ حاجه مش قادره اقول لكم، ولا ريحتها كمان خطيره ما تتوصفش. لازم تجربوها بنفسكم، واللي تجرب الفراخ بالطريقه دي وتقولي رايها فيها ايه ضروري جدا في التعليقات. انا دايما بتسعدني تعليقاتكم. لو انتوا وصلتوا معايا لحد الوقت ده في الفيديو ما تنسوش تنزلوا تدوسوا لايك. يلا لايك دلوقتي حالا حالا، تدوسوا لايك. تسلم ايديكم. لو اول مرة تشوفي القناة نوريني بالاشتراك، واللي مشتركين معايا بالفعل ما تنسوش اللايك اللي انتوا عملتوه، خلاص كتر خيركم وتسلم ايديكم. وما تنسوش كمان الشير، لو في اكلة عجبتكم اعملوا لها شير علشان غيركم يعرفها. طبعا انا سامعاكم دلوقتي عمالين تقولوا يا حنان البصلة اتحرقت، حنان البصلة اتحرقت، البصلة يا حنان. لا، هي ما اتحرقتش ولا حاجة. هي الطريقة دي بصراحة طريقة مضرة، انا قلت قبل كده وانا مش بتبعها دايما، بس ده ألذ واجمل واطعم طعم للمكرونة زي المحلات وبره بالظبط بيعملوها بنفس الطريقة دي. بنخلي البصلة خلاص انها قربت تتحرق، لونها يبقى بني غامق، وبعد ما احط الطماطم بحط حاجتين 2 بس. بحط ملح، بزود الملح علشان هنحط دلوقتي سكر. انا حطيت 4 معالق كبار على كيسين ونص مكرونة. 4 معالق كبار سكر، 4 معالق كبار، يا خبر ابيض. ما تقلقوش، حطوا بس واعملوا الوصفه على ضمانتي وانتوا هتاكلوا اجمل والذ مكرونه تدوقوها في حياتكم. عايزه اقول لكم بقى، انا قلت على ما الصلصه تتسبك بتاعه المكرونه خلاص انا بقى وطيتها على الفراخ وغطيتها بالغطا. قلت بقى كان ورايا ان انا اروح كالعاده. الحاجه اللي ما بتنتهيش من البيت هي ايه؟ هي الغسيل. انا قلت انا مادام صحيت متاخره هما الحاجتين دول اللي انا هعملهم بس. حتى لو تلاحظوا الكوفرته على السرير مش متروقه، قلت خلاص احنا الساعه دخلت في 3:30، كلها 5 ساعات والولاد هيدخلوا يناموا وينعكشوا الكوفرتات تاني، وانا كده كده صاحيه من النوم متاخره فمش هروق سرايرهم النهارده. واكتفيت ان انا اول ما صحيت من النوم في ثانيه واحده بس روقت السرير بتاعي انا. المهم انا كان عندي الغسيل في الطبق ناشف. انا لما قمت مطبقاه كله كان طبقين تقريبا غسيل. طبقت كل الغسيل اللي كان متراكم ورايا، وكان عندي برضو غسيل في الطبق مبلول قمت نشراه. وانا كده بقى ابقى خلصت خلاص الغسيل، ما عنديش غسيل ولا مرمي على سرير ولا مرمي في الارض ولا مرمي في الطبق ولا حاجه. فقلت بقى لو انا النهارده عملت الاكل وذاكرت للولاد وخلصت الغسيل اللي ورايا، المبلول كله اتنشر على الحبال والناشف كله اتطبق واتشال في مكانه، يبقى ده كان انجاز كبير جدا وكتر الف خيري. زي ما انا ما بقولك يا ست الكل، كتر الف 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 خيرك على الشقه والتعب اللي كل يوم الصبح بتصحي تعمليه. ناهيكي كمان عن ان في منكم كتير بيشتغلوا وينزلوا الصبح بدري يروحوا شغلهم ويرجعوا يعملوا كل الحاجات اللي وراهم دي. فانا بجد بجد بقولك شابو ليكي، ربنا يعينك يا رب ويديك الصحة والعافية، وان شاء الله ربنا يرزقك من كرمه ومن واسع فضله، وان شاء الله بإذن الله كل ده يبقى في أجرك يوم القيامة. صحيتي من النوم يوم متأخرة ما يجراش حاجة أبدا، ما تتضايقيش ولا تتزعلي ولا تشيلي الهم. خلاص انا حاجه كانت الفراخ خلاص استوت. انا مش قادره اقول لكم جميله قد ايه، والوصفه دي وصفه مميزه وطعمها مميز جدا جدا. عايزه اقول لكم اللحم يعني طري من اللمسه كده بيتفتفت في بقنا. الفراخ دي ما بتبقاش مطبوخه والدن، يعني ما بتبقاش مستويه على الاخر الاخر الاخر. الوصفه دي هيحبها بس اللي بيبقوا بيحبوا طعم الفراخ وهي فاضل لها حوالي 5 دقايق او 10 دقايق على ما تستوي كويس جدا جدا، لان هي ما بتبقاش وصلت للسوى اللي هو الدبوس يتفك لوحده ده. لا مش ده. شايفين بقى شكل الصلصه؟ شكلها
مش قادره اقول لكم ده شكلها امال طعمها وريحتها عاملين ازاي، حاجه كده ولا كاننا بناكل في كشري الانسجام بالظبط. خلاص انا حطيت المكرونه عندي، شايفين بقى علشان انا حاطه الزيت في الميه. المكرونه كلها سليمه ازاي، ما فيهاش ولا واحده اتكسرت، ولا يفرق معاكي اي نوع مكرونه بقى تجيبيه. ما تشغليش بالك لو الظروف مش قد كده ومحتاجه تجيبي المكرونه الرخيصه، هاتيها وحطي الزيت في الميه، هتطلع جميله ومش متكسره ولا حاجه ابدا. عايزه اقول لكم بقى شايفين الجمال. انا طبعا في الطاسه اللي جنب المكرونه دي كنت بحمر البطاطس، وقلت لكم قبل كده لازم نستخدم الغطيان واحنا بنحمر، ده بينقذ 95% من تنظيف البوتاجاز. مادام شقينا وتعبنا ونضفنا البوتاجاز نحافظ عليه عشان يفضل نظيف طول الوقت. انا النهارده يعني شاركت معاكم جزء من يومي. ربنا يا رب يعينكم ويقدركم ويرزقكم ويجعل اولادكم وبناتكم من الصالحين والصالحات. انا عايزه اقولك انتي اجمل ام في الدنيا، وانتي اعظم زوجه في الدنيا، وانا عارفه انك مش بتخلي فوق طاقتك طاقه ولا فوق جهدك جهد، وما بتستخسريش حاجه ابدا في البيت. جربوا المكرونه بالطريقه دي وجربوا الفراخ. دمتم في صحة وعافية، ويا رب يا رب ربنا دايما يجعل بيوتكم وقلوبكم عمرانين بالخير والبركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.